النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الليمون المعصفر. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شوية ليمون عظمة ويفتحوا النفس والله. زبدة ما شاء الله مش هياخد معاكي بالظبط وهم 20 يوم، وهتاكلي احلى ليمون معصفر. يا سلام بقى جنب شوية فطار كده متحبشين، هتاكلي بسم الله ما شاء الله احلى حاجة. واليومين دول الليمون رخيص ما شاء الله، ده كيلو ب10 جنيه. ما نعصفرش ونخلي ليه، وحاجة انت عاملاها بايديكي وعارفة عاملاها ازاي وضمناها. سيبك بقى من مخالل الشارع ده، الله اعلم بحاله معمول ازاي ومغسول ولا مش مغسول. معايا هتعملي ألذ الوصفات بأقل التكاليف وبأسهل الخطوات. تابعيني الفيديو للنهاية وهتعرفي أسهل طريقة لعمل الليمون المعصفر. صدقيني الطريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة إن شاء الله مضمونة، حاجة كده تفتح النفس. يلا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى ونبدأ الفيديو بتاعنا. أنا هنا اشتريت 4 كيلو من الليمون، لقيت الليمونة الناعمة الكبيرة الصفرة مش الخضرة، وتبقى بره وطرية. وبعد كده غسلتهم كويس جدا، وجبت حلة حطيت نصها بالظبط مية ورفعتها على البوتاجاز. وأول ما الحلة بتاعتي غليت وصل الغليان اللي احنا عايزينه، هنزل بالليمون بتاعي كله مرة واحدة، وهقلب فيه تقلبتين كده عشان السخونية، ان انا مش عايز اسلقه، انا بس بدو تتبيلة في المية علشان ما يقعدش معايا شهور. لو ما عملتش الخطوة دي هتلاقي الليمون بتاعك مش اقل من 3-4 شهور عشان تاكليه، انما بالخطوة دي بتاكليه بعد 20 يوم. واول ما يبدأ يغلي معانا هقوم طافية عليه مصفياه بسرعة جدا وحطاه في مية باردة، وبقعد اغير له المية لحد ما كل سخونية تنزل منه. ولو انتي مش مستعجلة عليه وعايزاه يتأخر معاكي في السوا، تستغني عن خطوة السليق دي او تتبيلة المياه السخنة. تقدري تقطعيه على طول وتخليه، بس قبل ما تحشيه تعصريه شوية من المياه عشان تعرفي تحشيه. بس كده ياخد معاكي اقل حاجة 3 شهور عشان توصلي النتيجة اللي احنا وصلنا لها في 20 يوم. اقول لكم بقى استخدمت نص كيلو من الجزر، وجبت كيلو من الفلفل الرومي الاحمر وقطعته بعد ما غسلته ونضفته، وحبة البركة وعصفر وكيس ملح. والليمون بتاعي بعد ما برد خالص وبقى زي احنا شايفين كده، مسكت السكينة بطرف السكينة مشرشرة وافضلي فتحيه من فوق 4/4 ربعين نصين حسب ما تحبي. وهجيب الكبة بتاعتي وهنزل فيها بكل المكونات اللي عندها، ابشر فيها الجزر طحنتين بس هنعم الطحنة بتاعتي مش هخليها خشنة. وطحنت الفلفل وزودت الفلفل، ضفت له معلقة من البابريكا وانا بطحنه في الكبة عشان اضمن اللون الاحمر اللي احنا بنشوفه بعد كده. وحضرت حبة البركة، خدت معلقتين كبار من الاكل حبة البركة، ما زودش عن كده لان هتغمالك شكل الليمون. ومعانا العصفر بتاعنا جايباه من عند العطار، قوله بس عايز عصفر هيديكي هو ده شكله، انا حبيت اوريهولك. وعندي كيس ملح، لكل كيلو ليمون بيحتاج معلقتين كبار من الملح. وهجيب الطبق بتاعنا وهبدأ انزل فيه بالجزر وحبة البركة وبالعصفر والفلفل الأحمر مطحون. هجمع فيه كل المكونات بتاعتنا عشان ناخدهم كلهم مع بعض، على قد ما تقدري اخلطيهم مع بعض. وهنزل عليهم ب4 معالق ملح كبار. احنا اتفقنا ان كل كيلو ليمون بياخد معلقتين كبار من الملح. لو عندك ملح خشن يبقى افضل طبعا، لان الملح الخشن بيكون افضل في التخليل عن الملح الناعم. وهقلب كله مع بعضه كويس جدا. بعد ما نفطروا الملح بتاعنا تقليبها محترمة كده، دخله كل المزيج في بعضه واخلطي كله مع بعضه. وهخلط كله مع بعضه، افضلي بقى قلبي على قد ما تقدري، كل ما بتقلبي اكتر كل ما الحشو بيخش جوه الليمونه نفسها. انا مش هقعد امسك 4 كيلو ليمون بقى احشي ليمونه هقعد احشي فيهم لامتى. انا بقعد اخلط كده قوي قوي واقلب كتير جدا في بعضه، هو الليمون بيخش جوه الحشو. انت لو عامله كميه قليله وحابه ان انت تحشيها لا بالحشو، امسكي واحده واحده وحطي فيها الحشو اللي يناسبك، بس هو طبيعي بيخش جواه الحشو مع التقليب لان انت مفتحات فتحات كبيره. ويلا بينا بقى نسمي بالله ونبدأ نعبي في البطرمان بتاعنا الليمون الجميل ده. واهم حاجة تعقيم البطرمان. انا مستخدمة مية سخنة وضيفة لها 4 معالق كبار من الخل، وغسلت بيها البطرمانات بتاعتي ونشفتها بحتة قطن وسبتها مع نفسها بقى كده لحد ما جيت اعبيها. الخطوة دي مهمة جدا عشان تعقيم البطرمان ده بيحفظ لك المخالل من عفونة او اي بكتيريا ضارة على الوش. وانت حبايبي بتعبوا البطرمان بلاش تعبيه وانت بتضغطي، ما تتكيش عليه عشان ما تضغطيش او تعجني الليمون جواه. كل ما تعبي شويه اقعدي ركيه واخبطيه خبطتين زي ما انا خبطته كده على الرخامه، خبطتين بالراحه علشان لو في اي فراغات من جوه بينزل فيها الليمون بتاعك، ويبقى الحبايه كده مستريحه واخده وضعها. ويلا بينا بقى نحضر المحلول بتاعنا.
انا استخدمت ريتلين المية الباردة. جبت المية وقمت غليها كويس جدا وسبتها لما بردت خالص واستخدمتها في التخليل. ضفت لها 4 معالق كبار من الملح، ومعلقة من السكر، وربع معلقة من الزعفران البودرة، ومعلقة من الشطة الحمرا المطحونة، وقلبتهم كويس جدا مع بعض لحد كل ما الزج اختلط مع بعضه. وبدأت ان انا اسقي بيه البطرمان بتاعي. انا استخدمت الليمون هنا عمل لي 2 بطرمان، واحد كبير وواحد صغير. لو تلاحظي ان لتر المية هنا قليل لا هو مش قليل، هو انا استخدمته واتبقى مني كمان منه مية، لان هنا الليمون عندك لو لاحظت البطرمان بتاعتك بينزل كل السوائل اللي جوه البطرمان من الليمون ومن الجزر والفلفل، ده كله بينزل سوائل، فبتلاقي نص البطرمان اساسا موجود فيه ميه. فانتي بس هتكملي لي النهايه زي ما انا كملته كده. وضفت على الوش طبعا معلقه كبيره من الزيت. وطبعا ما ننساش طبعا ورق اللوري او ورق الغار بنحط على وش البطرمان، اي نوع من انواع المخلل ما تستغنيش عن معلقه الزيت ورق اللوري. وكده البطرمان بتاعنا بسم الله ما شاء الله بقى جاهز. ويلا بقى نقفل البطرمان بتاعنا كده. واهم حاجه وانت بتقفلي البطرمان بتاعك تحكمي الغطا كويس جدا علشان ما يطلعش اي تهويه، لان لو الغطا مش مقفول كويس مع التفاعل الكيميائي اللي بيحصل داخل البطرمان هتلاقيه بيطلع لك الميه بتاعته كلها من غير ما بتحسي، وده بيقلل من نسبه السوائل داخل البطرمان. وبعد كده هجيب طبق واقلب فيه البطرمان بتاعنا لمده كام ساعه عشان لو في اي تهويه داخليه تروح منه. وكده خلصت حلقتنا النهارده بألف هنا وشفا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم والطريقة تكون سهلة وبسيطة، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو أول مرة تشوفيني فعلي الجرس واشتركي في القناة.